شايفين بقى الجمال والحلاوة دي؟ مش قادرة اقاوم بجد. مش من شوكولاتة مستوردة ولا بوكس غالي من محلات. السر كله من مكونات في البيت واقتصادية جدا، وتشرفك في اي عزومة. تعالي بقى اقولك هنعمل ايه، وحاجة حلوة وسهلة وسريعة وتفرح اولادك. دلوقتي اللهم صل على النبي، هنحط كوبايتين سميد بسبوسة، هنحطها على طاسة ناشفة جدا، وهنقعد نقلب فيها على نار هادية. هتقعدي تقلبي فيها لحد ما ايه، لونها لونها كده يبقى بني معاكي. بس لازم على نار واطية خالص تقعدي تقلبي فيها علشان ما تتحرقش منك. لو اتحرقت منك هتبقى ريحتها مش حلوة وتعمل مرارة. انا بس زي ما انتوا شايفين كده برضو، محاولتش اطول معاكم الفيديو لحد ما ايه، نقعد نقلب عشان هي بصراحة بتاخد وقت جامد معايا. اهو قلبت فيها، بص زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عارفة، انا كنت سرحت في حاجة بسيطة كنت بجيبها، بس الحمد لله ان انا لحقتها يعني. اهو هنحطها بقى ايه في طبق عشان ما تكملش سواها، عشان ما تكملش السوا بتاعتها. وبعدين حطيتها في طبق زي ما انتم شايفين، يعني في حاجات اتلسعت سنه صغيره بس ما بانتش يعني. وهنحط عليها نص كوبايه سكر بودره، وهنخلطهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهنحط بقى، بصوا بقى، انا السميد بتاعي عشان تكونوا عارفين، انا السميد بتاعي بيشرب سوائل، يعني شرب سوائل كتير. وفي تكه انا عملتها هقول لكم عليها. هنا بقى حطيت، اللهم صل على النبي، معلقتين لبن بودره. لو انت عندك لبن وقشطه حطي. انت لو انت مش عندك، انا بقولك على البدايل. لو انت مش عندك لبن، هتحطي معلقتين كبار لبن بودره، عليهم معلقه سمنه، وعليهم ميه دافيه. هتقلبيهم لحد ما يدوبوا في بعض، وهتحطي بالتدريج على المكونات الجافة، واحدة واحدة لحد ما تشرب ده كله زي ما انتوا شايفين. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وتصلوا على النبي في الكومنتات. دلوقتي انا بحط بالتدريج. انا بقى نوع السميد بتاعي، نوع السميد بتاعي قعد يشرب من السوائل كتير جدا. وكل ما في فيديو برضه هتشوفوه، كل ما اكورها الاقيها بتفرول وتشقق مني. ففي مكون انا حطيته هو اللي ظبط الدنيا خالص. هي بصراحه زهقتني وانا عماله اعملها وهي كانت سخنه. بص اهو، هتقعدي تحطي بالتدريج، فهي بتشرب. بص عماله تشرب في السوائل واحتاج تاني، تشرب في السوائل واحتاج تاني. دلوقتي بقى هنحط ايه، هجيب معلقه عسل نحل ومعلقه شوكولاته، يعني معلقه شوكولاته سيحتها في الميكرويف وحطيتها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو والله بعد ما عملت ده كله جيت كورتها، هتشوفوا برضو علشان ايه تبقى معايا برضو خطوه خطوه، عشان برضو ايه تكونوا عارفين، عشان اقول لكم التكات. اهو معلقه شوكولاته ومعلقه عسل، عشان يعني الشوكولاته والعسل بيبقى فيهم ماده ربط بتربط معاكي. دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين، هتعجنيها جامد. قعدت اعجن فيها برضو، اللهم صل على النبي، قعدت اعجن فيها برضو جامد اهو زي ما انتم شايفين. وبرضو اهو دهنت ايدي حته زيت صغيره كده علشان ايه اكورها برضو. بصوا قعدت اكور برضو فيها كده اهو زي ما انتم شايفين. وبقى احشيها حاجه من النص، لقيتها برضو فرولت تاني معايا اهو زي ما انتم شايفين. لقيتها برضو ايه فرولت. بصوا شايفين اهي فرولت تاني، هي مش نافعه خالص اهي، فرولت مش نافعه خالص. ورحت برضو مزوده معلقه عسل تاني ومعلقه شوكولاته تاني، وقعدت اعجن فيها جامد جامد. بس تعجني بقى جامد اهو، لقيتها بقى متماسكه جدا. انت بقى لو عندك سميد تاني، انا كنت ده جايباه سايب. لو انت بقى مش جايبه اكياس، بيبقى يعني مش عارفه، بيبقى كويس برضو، بيبقى كويس. في انواع سميد يعني كده زي الكيكه كده زي الدقيق، في انواع بتشرب، في انواع لا. تمام. فانا بقى كورتها وهسيبها في التلاجة بتاع 10 دقايق، 10 دقايق ربع ساعة. بس أنا أنا كان 5 دقايق بصراحة وطلعتها، كنت حاطاها في الفريزر عشان أشوفها هتنمع معاكوا ايه. دلوقتي عندك بقى مكسرات حطي، عندك سوداني. هو احنا بنعمل دلوقتي الوصفة دي وصفة اقتصادية جدا. هتحطي شوية سوداني، هتجرشيهم بالسكينة كده، وهتحطيهم في قلب هتحطيهم في قلب قالب الشوكولاتة. أنا مسيحة كده الشوكولاتة اهي، شوكولاتة. نوع الشوكولاتة سما تحفة يا جماعة، تحفة 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 بصراحة. دلوقتي هتحط شوية السوداني على الشوكولاتة، وهتحطيهم مع بعض. وفي بس انا ما صورتش معاكم بقية المكونات، انا كنت حاطة شوية بجوز الهند. هتحط هتحطيهم شوية بجوز الهند. هتقعدي تقلبي كده الوصفة فيها، بس هتقلبيها كده. وبعد كده ايه، عشان هي برضو فيها حتت، انا مش هضحك عليك يعني، في حتت فرولت مني عشان انا ما حطيتهاش في كفايتها في التلاجة او في الفريزر. يعني انا حطيتها في الفريزر عشان استعجل بسرعة تلحق تمسك نفسها.
بس هي بصراحة كانت ماسكة نفسها وانا بكورها بصراحة، بس انا قلت حط في الفريزر عشان تقدري تشكلي فيها براحتك. وما تنسوش يا بنات تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات. اهو زمان اهو اعمل لكم بصوا اهو. هنحطها، هنحط المكونات اهو. هحط الشوكولاتة على البتاع بس عشان انا مش عارفة انت مسك عشان هي لسه طرية.